عليكم ورحمة الله وبركاته. إدارة الموهوبين والتعلم الذكي من الإدارات الجميلة الخدومة جدا لأبنائنا الطلاب الموهوبين. إدارة الموهوبين والتعلم الذكي نشأت في محافظة المنيا من عام 2015 بناء على توجيهات وإشراف ورعاية الدكتورة هالة عبد السلام حفيدي رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة والمشرف على رياض الأطفال، الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، وتوجيهات الدكتور عبير أنور مدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، وبإشراف ودعم ورعاية الداعم الرئيسي للموهوبين بمحافظة المنيا دكتور صفوت جارح. قامت إدارة الموهوبين في شهر أكتوبر من 2015 لأول مرة في محافظة المنيا، كانت البداية الأولى لها. بعدها بكام شهر تم تشكيل الأقسام بجميع الإدارات. بدأت الأقسام في جو يسوده من المحبة والود والاحترام والرغبة الجادة في العمل والمحبة الشديدة لإظهار مواهب أبنائنا الطلاب في جميع المراكز، بداية من مركز العدوى شمالا حتى درمواز جنوبا. نشطت كل الأقسام بأعضاء بدأ التكوين بهم بناء على هيكل التنظيمي للإدارة الوارد لنا من الوزارة بعد مراجعة جهاز التنظيم والإدارة والجهاز المركزي، وتم إنشاء الأقسام. وبدأت الأقسام تشتغل في جد ونشاط رائع بناء على نشرة توجيهية ترد كل عام، وبناء على مسابقة بجانب اتفاقيات مختلفة وبروتوكولات أخرى ترد من فترة إلى أخرى. بدأ أبنائنا الطلاب في محافظة المنيا في الظهور، في التكوين، في الاهتمام. أصبح هدفنا الرئيسي في عملنا كإدارة وبجميع الأقسام هو اكتشاف ورعاية وتنمية أبنائنا الموهوبين وتسويق موهبتهم ورعايتها لتكون منتجة ومفيدة لهم، تفيد بلدهم، تفيد مجتمعهم، تفيدهم هم شخصيا. أقسام جميلة جدا في كل المحافظة، وتم التوفيق من الله الحمد لله بإنشاء 3 مراكز للموهوبين على مستوى المحافظة، وده يعتبر من الأشياء المهمة جدا حدوثها في محافظة المنيا. إنشاء 3 مراكز للموهوبين تعمل بشكل جاد وفعال. أصبح لأولادنا الموهوبين في كل المراكز ال3 واجهة محددة يذهبوا إليها ويتم بناء شخصياتهم داخلها وتنشط مواهبهم بجانب المسابقات التي بدأت من فترة إلى أخرى تنتشر أكثر وأكثر. المنيا حققت مراكز متميزة جدا على مستوى الجمهورية بين المراكز الأولى والثانية والثالثة في جميع المسابقات الواردة إلينا من الوزارة. أنا بشكر جميع الأقسام النشطة في كل الإدارات وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في المستقبل ومزيد من النشاط. أنا لو حبيت أتكلم عن الأقسام النشطة في المراكز، كل قسم في ال9 مراكز له ميزة مختلفة عن الآخر، وله نجاح متميز به عن المركز الآخر، وله نجاحات وأهداف تتحقق بجانب الأهداف الطبيعية الموجودة لنا في النشرة التوجيهية. ولو أحب أتكلم عن إدارة أبو القاص التعليمية النشطة، إدارة أبو القاص التعليمية من الإدارات الجادة والفعالة والنشيطة جدا في التعامل مع أبنائنا الموهوبين. إدارة أبو القاص التعليمية وقسم الموهوبين والتعلم الذكي، وأنا بحب أركز على الجانب المختص بجزء التعلم الذكي وهو الفرع الثاني في إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، الجانب المختص باستغلال كل الإمكانيات التكنولوجية المتاحة لنا في العملية التعليمية لإظهار مواهب أبنائنا الطلاب وفي مواكبة الوضع الحالي وتكيف مع الأوضاع الحالية في المجتمع. أصبح الاهتمام العالمي الآن بالتكنولوجيا، أصبح الاهتمام العالمي الآن بالتحول الرقمي، أصبح التركيز على الجوانب التكنولوجية كداعم لتنمية المهارة تركيز كبير جدا. إدارة أبو القاص متميزة في هذا الشأن، إدارة أبو القاص بتتميز بذلك، ونتمنى لهم النجاحات في المستقبل بفضل قيادة واعية متفهمة. دكتور بهاء مدير عام إدارة أبو القاص التعليمية، القيادة الواعية المتفهمة، وبفضل أعضاء قسم الموهوبين المتميزين الذي يظهر عليهم الحماسة وحب العمل. بالتوفيق بإذن الله معكم ولصالح أبنائنا الطلاب في جميع مدارسكم.